كان يوم عادي، أو على الأقل كان المفروض يكون كده. بتصحى من النوم على صوت المنبه اللي بقى أكتر صوت بتكرهه في حياتك، مش علشان بيصحيك، بس علشان بيفكرك إنك لسه عايش في نفس اليوم، نفس الإحساس ونفس الوجع. بتقف قدام المراية وبتشوف صورة، بس صورة غير صورتك. بتشوف حد تاني ملامحه تعبانة، عيونه فيها أسئلة كتير قوي مش لاقية إجابة. ليه؟ ليه كل ما تعمل حاجة تحس إنها مش كفاية؟ ليه كل ما تحقق إنجاز صغير بتلاقي صوت جواك بيهمس بيقولك كان ممكن تعمل أكتر من كده، كان ممكن تكون أحسن؟ فاكر لما نجحت في الشغل وتفوقت، الناس كلها كانت عمالة بتسقف إلا أنت. ما كنتش عارف تسقف لنفسك، واقف لوحدك في الزاوية بتبتسم مجاملة، وجواك معركة بينك وبين نفسك، وصوت بيقولك برافو، وصوت أعلى منه بيصرخ يقولك أنت ما تستاهلش، دي كانت مجرد صدفة، أي حد غيرك كان يقدر يعمل كده. حاسس إنك مش كفاية؟ ده مش شعور عابر، ده سجن. سجن من المقارنات ومن الخوف ومن نظرة الناس ومن حتى نظرتك لنفسك. حد انت بتحبه قالك في يوم من الأيام ليه دايما بتحمل نفسك فوق طاقتها؟ انت كويس زي ما انت. بس الكلمة دي الحقيقة عمرك ما فهمت معناها، يمكن علشان انت أصلا مش شايف في نفسك حاجة كويسة. مرة من المرات قعدت تكتب على ورقة إنك إنسان كويس، لقيت نفسك بتكتبها 10 مرات، وكل مرة بتحس إنك كداب. إزاي تكون كويس وإنت مش قادر حتى تصدق نفسك؟ إزاي تكون كفاية وإنت طول الوقت حاسس بالنقص؟ بس عارف إيه الغريب؟ الغريب إن الناس اللي حواليك شايفينك بنظرة مختلفة، بيحبوك، بيحترموك، بيعتمدوا عليك. إنما أنت دايما شايف إنهم غلطانين، أو يمكن بيجاملوك، أو يمكن ما بيعرفوكش كويس. أنت تعبت من إنك تحاول تثبت لنفسك طول الوقت إنك أحسن من أي وقت. تعبت من جلد الذات، من الإحساس إنك دايما قليل. تعبت من الصوت اللي بيقولك دايما جواك مش كفاية كل ما تحاول تكون إنسان طبيعي. بس وسط الزحمة دي في لحظة صدق، لحظة بسيطة بتقرر تسأل نفسك سؤال بمنتهى الجدية: وإمتى أنت هتبقى كفاية بالنسبة لنفسك؟ السكوت كان مخيف، بس لأول مرة بتسمع صوت تاني جواك، صوت صغير وضعيف بيقولك هتبقى كويس لما تسامح نفسك. الشعور بالذنب بيتسلل زي الدخان من تحت الباب، بيغلفك من كل اتجاه، بيخنقك ويحسسك انك مش قادر تقاوم. حتى اللحظات اللي المفروض تكون دافية كنت بتحس فيها بعد عن نفسك وعن الناس، بعد حتى عن الحياة. كل حاجة بقت روتين، تصحى، تشتغل، ترجع، تنام. أحيانا حتى النوم ما كانش بيجي، كنت بتفتح عينك في نص الليل وتبص في السقف وتعد الساعات اللي ضاعت من عمرك وانت بتحاول تكون زي الناس. أما الناس دايما عندهم مقاييس، جداول ومعايير، واللي ما بينطبقش عليه النموذج ده بيتحط في خانة الفشل. وانت دايما كنت في الهامش، حتى لما كنت في الصف الأول. كل خطوة كنت بتخطيها لقدام كان جواك حد بيرجعك لورا، زي ظل بيمشي معاك بيسحبك كل ما تحاول تتحرر منه. حاولت تغير نفسك كتير، حاولت تعدل سلوكك، حاولت تكون الصورة اللي في خيالك، بس الحقيقة مفيش صورة بتكمل، دايما ناقصة، دايما مش مرضية. في لحظة معينة بتقف قدام الشباك وبيكون فيه هدوء غريب قوي، وكل الدنيا نايمة وانت الوحيد اللي صاحي بس ميت من جواك. كل حاجة ماشية حواليك وانت ثابت في مكانك، لا بتتقدم ولا بترجع لورا، بس واقف في مكانك.
شخص بيحلم لشخص بيهرب من حلمه. يمكن لما بدأت تصدق إن وجودك بقى تقيل، يمكن لما بقيت تفتكر إن اللي بتقدمه عمره ما هيوصل. بس الغريب إن رغم كل ده لسه في حاجة صغيرة جواك ضعيفة وبتحاول. يمكن مجرد نفس بيتكرر، أو نبضة قلب، أو يمكن ذكرى صوت بتقول أنت لسه ليك قيمة. مش صوت حد، ولكنه صوت جواك نسيته من كتر ما سبته وسكت عنه. كل يوم كنت بتصحى بتحارب، مش ضد العالم لكن ضد نفسك، ضد الصورة اللي رسمتها لنفسك إنها ما تستاهلش، ضد الماضي اللي دايما بيرجعك ويعيد قدامك المشاهد أكتر من مرة، كلها مشاعر ضعف وقلق وكسرة. بس انت تعبت من انك تكون عدوى، تعبت من الاحساس انك مش كفاية. يمكن لسه موصلتش، ويمكن لسه الصوت القديم بيصرخ جواك، لكن المرة دي بدأت تسمع صوت تاني أضعف بس أوضح. مش هتقول إن كل حاجة هتتغير فجأة، بس يمكن مجرد إنك لسه واقف وبتكمل وبتكتب وبتقول وبتتكلم، ده في حد ذاته دليل إنك كفاية. يمكن دايما كنت كفاية بس ما كنتش شايف، ما كنتش مقدر نفسك. والأول مرة السكوت ما يبقاش مرعب بالنسبة لك، السكوت بقى هادي. صوت نفسك وانت قاعد لوحدك ما بقاش صوت هروب، بس بقى صوت مواجهة. كان في فرق بين انك تهرب من الإحساس أو تمد إيدك للإحساس ده وتقوله أنا شايفك. الإحساس إنك مش كفاية وإنك لسه موجود، بس الإحساس ده عمره ما بيمشي بنفس القوة، كأنه تعب من كتر ما بيصرخ، أو يمكن أنت اللي اتعلمت تسمع من غير ما تنهار. بقيت بتلاحظ تفاصيل صغيرة، أول لما الشمس بتدخل من شباك الأوضة وتلمس طرف سريرك، أول ما ريحة القهوة تطلع أول ما بتتعمل، أول ما صوت الورق بيطلع وانت بتقلبه بين ايديك. بدأت تاخد بالك من كل الحاجات دي، حاجات بسيطة بس دايما بتفكرك انك لسه موجود ولسه قادر تحس. بدأت تمشي، مش بمعنى الحركة بس بمعنى الوعي. بدأت تبص لنفسك في المراية من غير ما تكره الصورة اللي انت شايفها. يمكن مش بتحبها قوي، ولكن بدأت تتعود عليها. بقيت بتكتب مش علشان تثبت انك مميز، بس علشان تسمع نفسك. بقيت بتدي نفسك الحق انك تغلط، ومن غير ما تجلد نفسك وتجلد ذاتك. انت فاكر ان الاستشفاء ده مجرد لحظة، بس هو مش لحظة، هو بيبقى تراكم للحظات صغيرة. انك تصحى وما تسيبش نفسك، انك تفشل وما تجلدش نفسك، انك تسمع صوتك حتى لو مكسور. وفي يوم هتلاقي نفسك بتصحى على نفس صوت المنبه، بس المرة دي انت قمت، مش علشان لازم تقوم، بس عشان انت اخترت تقوم. لأول مرة من زمان بتحس انك مش في سباق، وان مش مطالب منك ان انت تكون نسخة مثالية عشان تستحق أبسط الحاجات وأبسط الحقوق، زي الراحة والقبول، الحياة. عارف انك مش هتقدر تمسح كل اللي فات، بس تقدر تبتدي تكتب وتبتدي تتكلم من هنا ومن دلوقتي ومن اللحظة دي. افتح صفحة جديدة. يمكن لسه بتحس انك مش كفاية في بعض الأوقات، بس بقيت تعرف حاجة أصدق وأحلى، انك كفاية لأنك انت. أما بداية الشفاء فكانت يوم ما صدقت ده حتى لو شوية. في النهاية ما كانش الشفاء معجزة، ولكنه كان اعتراف بسيط هادي شجاع إن النقص مش عيب، وإن الكمال وهم، وإن القلب اللي لسه بيحاول أقوى من أي صوت بيقوله أنت مش كفاية. مش لازم تكون كل حاجة، يكفيك إنك تكون أنت بجد. والنهاردة أنت بتبص لنفسك من بعيد، ما بقيتش بتدور على نسخة منك أحسن وأفضل، بس بقيت بتمد إيدك للنسخة القديمة المجروحة المرهقة وبتقول لها أنا شايفك وأنت كفاية. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست
غاوي حكاوي.